معه وانصدمت معه بحركات مختلفة، فبذلك يكون تصادم. واللي متزوجات أو متزوجين انتبهوا للنقاط الحساسة هذه. التعامل بين الزوج والزوجة من خلال هذه الأنظمة مريح جدا جدا جدا. ليه؟ ممكن يكون عندي أنا زوج حسي، هو ما يحب يخرج من البيت، الأساس هو 20 سنة ما غير، وأنا إنسانة بصرية، أحب المناظر وأحب أشكال حلوة وأحب الديكور يتغير وأحب الفرش وأحب البوية. بكل سنة صبغة تسموها الصبغة، كل يوم أنا أضرب لون، أو أحب أتمشى يوم عند أهلي ويوم في الحديقة ويوم. هو يقول لي أنت إيش فيكي بس تخرجي رايحة جاية إيش عندك؟ وهو قدام التلفزيون جالس. إذا أنا كزوجة، مش أنا طبعا زوجة، إذا أنا كزوجة عرفت أن زوجي من هذا النمط وأنا نمطي مختلف، أنا كيف أتعامل معه؟ أتقبله كما هو. كونه ما يحب الخروج، ليش أسوي معه مشاكل؟ أحاول أني أخرجه في جو يحبه. يحب البحر روح البحر، أنا أبغى الصحراء ولا أبغى الخضار، مو مشكلة أروح معاه، لأن لو رحت معاه يمكن يروح معي وهكذا. ما يحب يعني أحاول أتعامل مع الزوج أو الزوجة حسب النمط الذي هو يعيش فيه. طيب واحد يقول أنا ليش أنزل، هو ليه ما يطلع؟ صح؟ ممكن تكون أنت واعية، أنت واعي، والطرف الآخر غير واعي. أروح أجيب فيديو، أجيب سيديات، أجيب أشرطة، أوضح له إنه في اختلاف ما بيني وبينه في النمط. أنا معايا مرة كنا في برنامج تدريبي وجاني